مرة حضرت اجتماع فاكر تفاصيله لحد النهاردة. دخلنا الساعة 10 الصبح والجدول كان مكتوب عليه مدة الاجتماع ساعة. قلت في سري تمام هنخلص بسرعة، لكن الحقيقة الساعة بقت 12 ونص ولسه قاعدين بنتكلم في نفس الموضوع، نفس الأسئلة، نفس الجدال، ومفيش قرار واحد اتكتب. اللي اكتشفته بعد كذا موقف شبه ده إن الاجتماعات مش بتبوظ عشان الفكرة وحشة، هي بتبوظ عشان بيتعمل من غير حد ما يسأل نفسه سؤال واحد بسيط: احنا هنا ليه؟ من يومها بقيت ببص بطريقة مختلفة. قبل أي اجتماع ابعت للناس سطر واحد بس يوضح الهدف. مثلا اجتماع عشان ناخد قرار في موضوع التعاقد مع المورد الجديد. النتيجة الناس هتيجي عارفة هي داخلة ليه، وتطلع عارفة هي خارجة بإيه. طيب الدرس البسيط من القصة دي إيه؟ إن الاجتماع من غير هدف مكتوب مضيعة للوقت، لكن الاجتماع بهدف واضح قرار وخطوة لقدام. انا عمر جلال، مدرب اداري وبروجكت مانجمنت، وببسط المفاهيم للناس. تابعني عشان توصلك نصايح اكتر عملية عن الادارة.